بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معادنا النصف شهري للسيشن المجانية للسيدات فقط، واحتمال كبير تبقى بعدين فيها ناس تانية الرجال عايزين يحضروا وبدأوا يزعلوا. ف أنا اسمي شهر شريف، وأنا لايف كوتش متخصصة في العلاقات الزوجية. دي أكتر حاجة بحب أهتم بيها، لأن يعني حياتنا كلها، وفي التنمية الشخصية كمان، علشان لو احنا مش صح ما بنعرفش نعيش كمان صح. الحقيقة دايما بحب اتكلم ازاي نكون سعداء، مش علشان السعادة شيء رفاهية. السعادة الحقيقة لو احنا مش هنكون سعداء مش هنكون منتجين، مش هنكون بني ادمين كويسين. فالسعادة ما نبصلهاش ابدا. انا عايزة كل قناعاتنا اللي فاتت بلا استثناء تخص السعادة او كلام عن السعادة او مشاعرنا ناحية السعادة، الحقيقة نشيلها على جنب ونسمع الكلام الجديد ونشوف لو ده احسن نكمل فيه، لو مش احسن كملوا في اللي انتوا عارفينه قبل كده. بس سو فار دلوقتي احنا هنتكلم ليه السعادة شيء مهم. عشان الإنسان السعيد بس هو اللي بيعرف يكون كويس وناجح ويسعد اللي حواليه ويكون منتج ويطلع كمان أجيال ناجحة. مش هيطلع ناس متعقدة أو يطلع ناس عندها تجارب سلبية. علشان في مشاعرنا الداخلية، والسعادة هنا اللي أقصد بيها السعادة الداخلية مش حاجة ظاهرية. لو احنا مش هنكون سعداء مش هنطلع اولادنا سعداء، مش هنكون مع ازواجنا سعداء، مش هنكون في الشغل سعداء، مش هنكون حاجة كويسة. الإنسان التعيس إنسان مؤذي لنفسه وللآخرين، والعكس صحيح. يبقى السعادة لا نتعامل مع مشاعر السعادة أبدا على إن هي شيء من الرفاهية خالص. السعادة شيء مهم جدا عشان تكوني على قيد الحياة. النهاردة الموضوع اللي هنتكلم عنه يعني إيه أنا حاسس إن أنا ضايع، أو إن حياتي بتضيع مني، أو أنا ما كل أحلامي وطموحاتي وحتى الموهبة بتاعتي ضاعت. ونعمل إيه؟ يبقى دي المشكلة وهنقول الحل. أول حاجة شعور الضياع بقى، اللي أنا بقول أنا شايفة إن أنا مش لاقية نفسي، مع إني ظاهرة ناجحة، أم ناجحة، زوجة ناجحة، طالبة ناجحة، موظفة ناجحة. بس في باطن الأمر وجوه قلبي أنا عارفة إن أنا حياتي ضايعة، وده مشاعر مش بعرف أتخلص منها. ولما المشكلة بتحصل كمان لما بنحس إن عمرنا تقدم. في حتة بقى مهمة أوي في حتة عمرنا تقدم دي. كل الناس مهما كان عمرهم صغير أو كبير بيحسوا إن كل حاجة الوقت اتأخر. يعني الصغيرين بيحسوا إن الوقت اتأخر، الكبار بيحسوا إن الوقت اتأخر. فحقيقة الأمر الوقت عمره ما بيتأخر. الحقيقة الوقت ملوش علاقة، إحنا اللي بنتأخر. وإحنا اللي بنلاقي الوقت هو الحجة اللي بنعلق عليها إنه مش هنعرف نتغير أو مش هنتغير. زي ما كنت بقول السيشن اللي فات، أوقات بنخاف من التغيير، يعني التغيير معناه مسؤولية. فالنهاردة مسألة إنه أنا كبرت، فاللي عنده 20 سنة بيقول أنا كبرت، واللي عنده 10 سنين بيقول أنا كبرت، واللي عنده 5 سنين بيقول أنا كبرت، واللي عنده 100 سنة بيقول أنا كبرت. الحقيقة كل ده وهم. العمر رقم، خصوصا في أحلامنا، عشان مفيش مقياس للعمر أصلا. فأنت كبرتي على كام؟ يعني على كام سنة تبقي كبرتي؟ كويس؟ طيب، مشكلة شعور الضياع إنه بيبقى ضاغط. يعني أنا في حاجة بتخبطني ان انا ضعت، فابدا اتحرك بعصبيه، وابدا اتعامل مع كل حاجه في حياتي باني انا مش لاحق. فالراشنج ده بيخليني امشي غلط، لانه انا حد بيزقني من ورا، فانا مش بمشي نفسي في اتجاه سليم. في الحقيقه انا بمشي نفسي في الاتجاه ناتج من الزقه، والزقه اللي انا بقول عليها دي من مشاعري اللي انا حاسه بيها من جوايا انا، نتيجه ان انا حاسه ان انا ضعت، ان مستقبلي ضاع، ان احلامي ضاعت، ان اي حاجه عندي ضاعت. اي حاجه ضاعت لازم هجري بسرعه، لازم هجري وانا بحاول الحق اي حاجه، بس ببقى عايزه الحق. مش مهم الحق ايه، بس عايزه الحق. اوكي. طيب انا هقول على حاجه كده، انه اول ما بنحس باليأس بان احنا مش هنلاقي نفسنا تاني، هي دي الشماعه الاولانيه اللي هنركن عليها ونقول خلاص الحمد لله مفيش وقت، مش هنقدر نعمل حاجه.
انما الكويس في اللي انا قلته ده ان اول ما بتعرفي او بتقولي لنفسك ان انا ضعت، دي اول خطوه لانك تفوقي. يعني اول ما تشوفي وتحسي بمشاعر ان انا ضعت، دي اول خطوه في حياتك انك فوقتي وانك محتاجه تتغيري وتغيري كل حاجه كانت قبل. التغيير يا جماعه مش استمراريه لاي سلوك فات، التغيير معناه ان انا هلغي واحط حاجه مكانه. فما ينفعش اقول انا هتغير في جزء وجزء، مش ما ينفعش اقول انا هتغير وامشي على طريقتي، يبقى ما اتغيرتش، انا بكمل. يعني ازاي اغير الطريق وانا جواه لسه لازم الف وارجع، حتى لو هياخد وقت، بس هو في الاخر هي دي الطريقه. طيب، اول حاجه علشان نقولها لاحلامنا بقى اللي ضاعت مننا، احنا عمرنا ما وقفنا اصلا عرفنا احنا مين او عرفنا نفسنا مين. دايما بنقول عايزين ايه، احلامي ايه، عايزه اكون ايه، ما عرفتش اكون ايه. احنا محتاجين دلوقتي نقف شويه خطوه ورا، بس صغيره، خطوه صغيره قوي، وتقولي لاحلامك انت مين. نعكس بقى الوضع، انت مين اصلا عشان تعرفي تعملي الاحلام دي. قد الاحلام الاول ولا مش قدها؟ مش الاحلام كبيره، انت فين من الحلم؟ يبقى بدل ما انا افضل من قاعده انا مش عارفه احقق الحلم، اقفي شويه وبصي على الحلم من بعيد وخلي الحلم نفسه يشوفك، خليه يعرف انت مين الاول. انت اللي هتتحدي الحلم، مش الحلم اللي هيتحداكي. انا اسمي كذا وعندي كذا واملك كذا واقدر اطور من نفسي كذا، وابدا اشوف الموقف من العكس، اخلي الحلم يبص عليا مش انا اللي هبص عليه واتكلم مكانه. ممكن تخضنا الحركه دي شويه، بس احنا لو قعدنا شويه كده هنفكر هو احنا عملنا ايه في هنا. كل اللي عملناه هنا ان احنا شفنا حقيقتنا، مش متعلقين في الحلم فين واحنا هنعمل ايه وعايزه اكون ايه. لا، ده انا خليت الحلم موجود وانا مين عشان اوصل للحلم. دي اول حاجه ايجابيه في الكلام اللي هقوله، وبعدين نرجع ناخد شويه سلبي وبعدين ناخد الايجابي اللي بنقفل بيه او نشرح بيه السيشن بتاعي. طيب، ليه لما انا حسيت بالضياع قلت ان احنا دي حاجه خطوه كويسه؟ لان 90% من الناس او يمكن اقل او يمكن اكتر، شويه صغيرين، بيعيشوا في المرحله بتاعت ان انا مش عارف ان انا ضيعت حياتي. فكوني عرفت، فدي اول خطوه ان انا طلعت بره الدايره. انا ببقى ماشي متضايق، بس ببقى عندي مشكله، بس انا مش عارفه النطق عندي مظبوط ولا لا، لان انا حاطه حاجه في سنين. ما علينا، لو في مشكله اقول. فالمهم، لو انا عرفت حالا دلوقتي، اتمنى يكون معنا ولو قلم اذا سمحتوا، لو انا عرفت دلوقتي انه انا ضايع، اول خطوه اللي ما بيعرفش انه ضايع ويبدا يحس بغضب بس، وتلاقي الناس غاضبه بس ومتضايقه بس وعندها يأس وعندها نوع من الضيق الداخلي دائما، بس هم مش عارفين ليه. هو في الحقيقه علشان هم مش لاقيين نفسهم. مفيش حد بيلاقي نفسه ابدا ويحس بمشاعر دي. نفسك لازم توجهك للسعاده، دي خلقه الله لنا احنا. اي حاجه عكس ده يبقى انت عندك مشكله في النقطه دي. فاول ما نعرف ان احنا عندنا مشكله يبقى بدانا نحل مشكله. ان انا مش عايز، او معنى صح احلامي بتضيع مني او حياتي بتضيع مني، عامله زي فقد الاحبه، زي موت حد من الاهل الغاليين علينا. اول حاجه بتحصل لنا الانكار، ان احنا بنرفض الفكره، لا انا ما ضعتش زي فلان ما راحش. فالفكره لما بتترفض ده زيها بالظبط مشاعر ان انا مش لاقي نفسي. اول مرحله منها اني ارفض ان انا مش لاقي نفسي، انا عايشه كويس او ده كويس. ليه ببقى في منطقه الرفض؟ لان انا ببقى انا في الرفض انا والمحيطين حواليا. يعني مين؟ الخارجيين اللي هم الاهل والعيله والاصدقاء والصحاب والمجتمع والناس وكل حاجه حواليا. كل الناس بتمشيني في تراك يمشي مع منظومتهم هم،
حتى لو كان ده في حد ذاته ضدي انا، او مش عاجبني انا، او عندي في حته مش عاجباني وعايزه اطلع منها. ولاني انا لما ببدا اعترض حتى لو داخليا، يبدا الناس اللي حواليا يخلوني اشوف الاعتراض ده خلل وغلطه، لانه مش معتاد. علشان كده قلت اول حاجه هتحصل لي ان انا هنكر. اصلا الانكار اصلا لاحتياجي للتغيير، الانكار اصلا لان انا ضايع مني حاجات كتيره في حياتي. طيب، يبقى اول حاجه الحزن والانكار، لانك بتبدا تمر بمراحل من التفاوض. التفاوض في قبول الامر الغير مقبول داخليا، اللي انا برفضه بس مش عارفه اطلع منه. فالتفاوض ده هو الانكار، ان انا مش، ما انا احسن من غيري، ما انا ايوه انت احسن من غيرك بس في حاجات ينفع تتغير. وانا هنا بتكلم عن الحاجات الخاصه بيك. دايما كل سيشن بتتكلم عنك انت شخصيا، ليس لنا اي علاقه بالعالم الخارجي. الاصلاح يبدا من عندنا احنا، ما بيبداش من حته ثانيه. يبقى الانكار ده لاني بتفاوض. لو انا في وظيفه مش عاجباني فبتفاوض لقبولها، بتفاوض تفاوض داخلي، مش ان حد بتكلم معاه. بتفاوض في قبول اوضاع مش صح ان اقبلها في الوضع الحالي، علشان ما اتحملش نتيجه التغيير ومسؤوليه التغيير. يبقى التفاوض هنا له هدف، انه يوقفني عن قبول ان انا محتاجه اتغير. يبقى دي مرحله الرفض. طيب، الحاجه الثانيه، الرفض ده مرتبط دايما بحزن. ليه؟ زي انا قلت، زي فقد الغاليين عندنا. مفيش حاجه اغلى من نفسك، بس هو المعنى ده، لانه بيدخلك في انه مهما عملت مش هيتغير. فاليأس بيخليني اتفاوض على قبول الحاله السيئه. ماشي كده؟ لو حد حاسس انه في حاجه هتفلت منه، ارجوكم تكتبوها ونتكلم فيها بعد ما اخلص. طيب، نيجي بقى الاسباب اللي احنا بتخلينا نحس ان احنا بنضيع. اول حاجه ان احنا بنبص لنفسنا دايما من منظور العاجز عن الحل. يعني ما عنديش الامكانيات التي تؤهلني للتعديل وللتغيير. فمنظور العجز خليني دايما حاسس ان انا ما اقدرش احل، او خلاص، او تو ليت. هرجع تاني اكد ان احنا هنتكلم عن نفسنا. الاوضاع الخارجيه احنا اللي بنغيرها، كل حاجه في الكون بنتغير عشانها، يبقى ما بقاش نفسنا. الاوضاع اللي حوالينا هي اللي بتتغير مش احنا. طيب، بنحس كمان باليأس. ده بيخلينا نحس شويه ان عندنا ملل، خصوصا لما بنبقى شويه اكبر، ان ما بقاش في حاجه كده جديده نعملها. الدنيا روتين قوي، الايام شبه بعضها. ففقد التجديد في الحياه ده بيخليني اتاكد من مرحله ان انا عاجز عن التغيير، فلا شيء يوجد. يعني مفيش جديد كل يوم، كل يوم مفيش جديد، الايام زي بعضها. تعرفي ان عندك الحته بتاعت ان انا بدات ايأس من قدرتي على التغيير. تمام. طيب، كمان ان احنا بنشتري افكار ومشاعر غيرنا. بنشتري ازاي افكار ومشاعر غيرنا؟ لما نمشي دائما ورا المفروض يحصل كذا علشان الناس تنبسط، والمفروض نعمل كذا لحسن يزعلوا، والمفروض يبقى قصدنا كذا. اللي انا بقوله ده ملوش علاقه خالص بان انت تبقي تشتغلي ضد الطبيعي وضد اللي يوصلك لنجاح حياتك، مش ضد الشخص. يعني المفروضات من الاشخاص هم احرار، بس انت عندك ليميت وعندك حاجات بتمشي عليها، علشان انت المفروض بتخططي لحياتك ازاي. المفروضات بتاعتك دي لازم تكون ماشيه في اتجاه وصولك للنجاح، فما يبقاش الاعتراض للاعتراض. يبقى الاعتراض
لانك عندك هدف ومخططه له. شعورنا بالضياع او شعور الناس ان انا بحس ان انا حاسس ان انا ضايع واحلامي ضاعت والكلام اللي احنا بنقوله ده، نتيجه ان ما عنديش بلان اصلا، ما عملتلهاش بلان. فحضرتك انت واقفه في نص الشارع وما انتش عارفه الطريق، فلازم تبقي ضايعه. يبقى الضياع ده علشان انا ما عنديش بلان. ارفض المفروض عليا ليه؟ عشان انا عندي بلان. عشان بس نبقى مش فاهمين الفرق ما بين اني بسمع بس وبرفض بس او بعترض بس، خلق لا يعترض. لا، الحقيقه احنا بنعترض عشان انا عندي خطه. لو انا جيت قلت لك الطريق من هنا لدي سي كذا، قلت لي لا العكس، هقول لك لا عشان انا عندي خطه، عندي بلان، وعندي عارفه كويس قوي، وعندي ماب اللي انا عاملاه، وعارفه كويس قوي انا بعمل ايه. طالما عندي البلان بتاعتي، ما حدش عارف يغيرها لان انا عارفه وماشيه عليها. طيب، يبقى ليه بضيع لما بسمع اللي المفروض عليا؟ احنا ليه بنسمع المفروض علينا يا جماعه؟ عشان احنا مش عاملين. مش بس ايه نفهم انت ليه بتتبعي المفروضات؟ عشان انت مش عامله لنفسك مفروضات فبتتبعي. لو انت مش عارفه السكه هقول لك امشي ورايا، واضحه اهي. يبقى عشان انا مش عارفه همشي ورا حد، الحد ده هيمشيني على اللي هو عارفه، مش اللي انا عارف، مش اللي انا عايزاه. يعني لازم نبقى فاهمين احنا بنفكر فين. يبقى اي حد انا ببقى تابع ليه ما زعلش من اللي هيوجهني له، لان انا اللي كنت تابع وانا اللي ما عرفتش، بس عشان نبقى ايه متفقين كده. طيب، مشاعرنا بقى بالمفروضات اللي انا مش مجهزه لها لنفسي بيخليني افقد نفسي. يعني انا ماشيه ورا كلام اللي حواليا عشان انا مش عامله بلان للي عايزه اوصل له، ونتيجه ان انا ماشيه على البلان بتاعت اللي حواليا خلتني مشيت على الطريقه بتاعتهم، فطبيعي ما مشيتش على طريقتي، فلازم افقد نفسي. يبقى عشان انا ما عنديش بلان هفقد نفسي، عشان ما افقدش نفسي هعمل بلان. بس كده بالبساطه دي. مشكله كمان ان انا اتبع شويه كتير، ان كل ما بيزداد الوقت طولا واتباعا بيزداد توهاني. وعايزين نتخيلها في طريق، لو انا ماشيه في طريق تايهه فيه، فكل ما هكمل كل ما المتاهه بتاعتي تكبر، وكل ما بعدي عن هدفي يكبر. ايه اللي بيخليني اكمل يا جماعه؟ اني ما عنديش بديل. ايه اللي بيخليني اكمل؟ ان ما اخترتش وما عملتش ماب لخططي ولطريقي. ليه انا ضعت؟ عشان ما عملتش ماب. يبقى بالورقه والقلم لازم نكون مخططين احنا هنعمل ايه عشان ما حدش يخطط لنا. تمام كده؟ طيب، ليه من المهم بقى ان احنا نلاقي نفسنا؟ لو انت عامله خطه قديمه وماشيه عليها، ولسبب ما انت حسيتي ان الخطه دي مش مناسبه، انت، كلمه واضحه، انت، ورجعتي تغيري كل الخطه القديمه دي وبداتي من الصفر، قدام الاخرين هم مش شايفين اي مشكله في الخطه القديمه بتاعتك، قدام نفسك انت عندك مشكله في الخطه القديمه. هيحصل بقى ان اللي حواليك يبداوا يتكلموا معاكي في انك مالها الخطه القديمه، ما انت كنتي ماشيه كويس، ما انت كنتي كده. لو حضرتك اتبعتي وكملتي الخطه القديمه اللي انت كنتي كمان عاملاها قبل كده، او هم كانوا عاملينها لك قبل كده وكملتي، هتكملي تاني في انك ماشيه عكس اتجاهك انت. انما لما احس ان الخطه القديمه بتاعتي مش مناسبه، ودي كلمه مهمه جدا خصوصا في اتخاذ القرارات، لما بنبين مش عايزين نبان اغبياء قدام نفسنا قدام الاخرين، مش مشكله خالص ان نبدا تاني من الصفر، لان في واقع الامر احنا عمرنا ما بنبدا من الصفر، احنا بنبدا من الوعي. احنا عرفنا فبدانا من خطوه الوعي. مفيش حاجه اسمها خطوه صفر. خطوه صفر دي يعني ما تعرفيش، وما تعرفيش يعني هتوصلي غلط، انما لما بتعرفي هتمشي صح. يبقى لو انا عرفت ان انا في قرار غلط او في خطوه غلط، او انا بعمل ايه صح دلوقتي والمفروض اغيره بطريقه تانية، او بعمل ايه غلط لازم اسيبه خالص واعمل حاجه غيره، ده ليس له اي علاقه برايي اللي حواليا، له علاقه باللي انا عارفاه وعاملاه له بلان.
ما نعملش حاجة من غير بلان، وأي بلان ما تنفعش من غير ليبل. يعني لازم أقول اسمها إيه، تغيير أي خطة في الدنيا عشان إيه، دي خطتي لإيه. مفيش حاجة اسمها خطة بس، في حاجة اسمها الخطة دي إيه، هدفي من الخطة إيه. ما ينفعش أعمل خطة بس. مفيش مشروع في الكون ملوش اسم، مفيش حاجة في الكون، مفيش حد بيتعمل ملوش اسم. انت مش موجودة حتى من غير اسم، موجودة الهدف وباسم. ففلانة دي لها اسم ولها هدف، فما ينفعش المشاريع كمان والخطط والتفكير بتاعنا يبقى بدون اسم وبدون هدف، وبعدين نزعل احنا ليه بنضيع عن نفسنا. لا، ده طبيعي جدا ان حضرتك مش عاملة خطة. تمام كده؟ اوكي. طيب انا دلوقتي عرفت ان انا ضعت. ابدا ازاي بقى؟ خلاص احنا فهمنا الضياع دلوقتي. نبدا ازاي؟ اول حاجه لازم اقيم الزمن اللي انا استغرقته على ما افهم ان انا ضعت، او ان انا خططي ضاعت، او ان انا ما وصلتش لاهدافي اللي انا عايزاها. الزمن ده بقى ايه لازمته؟ احدده ليه يعني؟ اول حاجه هيحدد لي مستوى انجازاتي السابقه. دي الفايده اللي بنحبها قوي من الماضي، ان يدي لك انجازاتك فانت انسان قادر على الانجاز باذن الله دائما وابدا والى الابد. والحاجة التانية إنه هيخلي تجاربي اللي فاتت أخد منها التعلم بقى. فأنا اتعلمت فحولت مشاعر التجارب السلبية أو المواقف السلبية أو التصرفات السلبية لمعلومة تفيدني في اللي جاي. يبقى أول حاجة أنا عملت إيه بالجدول الزمني؟ حددت إنجازاتي، فأنا قادرة في الجدول الزمني على الرغم من الصعوبات اللي تعرضت لها للوصول لواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. كم أنا منجز؟ ده واحد. اتنين، الأخطاء. الأخطاء اللي أنا دخلت فيها زمان أو اتعرضت ليها زمان أو اتعاملت بيها زمان هحولها لتجارب أخد منها الخبرة أو الفايدة اللي طلعت من الخطأ ده. الخطأ ده اتعلمت منه إيه؟ مفيش حاجة اسمها خطأ هنا، في اسمها درس. الخطأ ده أنا خدت منه درس. الدرس اللي أنا خدته ده كان إيه؟ يبقى دي الماضي استفدت منه، إني عرفت إنجازاتي بتخلص إزاي، شفت نفسي زمان كنت عاملة إزاي وبقيت إزاي. ها، 90% من اللي احنا فيه دلوقتي هو احلامنا اللي فاتت، ما كناش متخيلين هنوصل لها، بس لما نوصل لها ونعتاد عليها ما نشوفهاش احلام، نشوفها حاجه طبيعيه. لا، ده مش مظبوط، ده مش حقيقي. الحاجه التانيه ان الاخطاء وات ايفر تعرضنا لها عملناها هي تجارب. التجارب دي مش هنستفيد منها حاجه خالص غير ان احنا هناخد منها درس. ده كان غلط، الصح بتاعه كان ايه؟ يبقى دي الجدول الزمني عشان انا عرفت ان انا حياتي فيها مشكله وان انا ضايعه في الدنيا واحس ان انا مش بوصل لحاجتي. طيب، كمان نعمل لستة بالندم. احنا ندمنا على ايه؟ ايه فايدته الندم ده؟ هعكنن على نفسي ليه؟ لا، مش هتعكنن ولا حاجه. الندم ده ان انا عرفت ان انا كنت بعمل حاجه وتصرفتها غلط جدا، وكان في حاجه تخليني ما اعملهاش تاني. هعرفها دلوقتي، هكتبها. انا ندمت ليه؟ ندمت عشان عملت واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. الندم ده هستفيد منه. مش ممكن أبدا يكون ربنا ادانا مشاعر عشان ما نستفيدش منها. هستفيد منه ان انا اتعلمت ان الندم ده خلاني عملت ده وده وده غلط. فانا فهمت اهو، فهكتبهم تاني عشان في التجارب الجديده القادمه والحاضره مش هعمله. كمان ده بيوقفني في حاجه، انه في المستقبل ما اقعدش افكر فيه. من الحاجات المهمه جدا يا جماعه، احنا ما بنعيش خالص دلوقتي، احنا بنعيش على قدام او متاخر، يعني يا الماضي يا المستقبل. لا، حضرتك اظبطي لي الوقت دلوقتي وهو هيمشيكي عدل قدام. فاظبطي نفسك في الوقت الحالي. انا عايزه اعمل ايه دلوقتي؟ اتعلمت ايه من غلطاتي ومن ندمي؟ الندم ده شيء حلو جدا جدا، بس مش معناه نفضل قاعدين جنبه. لا، احنا نتعلم منه بس حجمه. الماضي مش راجع الى الابد، خلاص الى يوم القيامه. يبقى الحل ان احنا نتعامل معاه مع المفيد، بدل ما نعكن نفسنا ونفضل ماسكين فيه. لا، هو احنا دلوقتي بس استفدنا من الندم. ليه بقى الندم مهم قوي نكتبه؟ لانه اعتراف بمسؤوليتنا، اعتراف ان احنا غلطنا، مش الناس اللي غلطت. انا قلت في تجارب الناس غلطت، طب وفي بقى تجارب احنا ما غلطناش، احنا ما كناش بنغلط خالص؟ لا، كنا بنغلط طبعا. ندمنا على ايه؟ ندمنا ليه؟ عشان احنا مش شبهنا.
شبه الغلطه دي، احنا ما كناش شبهها، احنا اتصرفنا غلط وعارفين ان احنا مش شبهها، لانها لو شبهنا مش هتبقى غلطه. فلما تكتبي الندم مش هتكرريه ابدا، خلاص كده عرفتي. يبقى الندم اعتراف ضمني بمسؤوليتك عن الخساره السابقه اللي انت ندمانه عليها في الوقت الحالي. تمام كده؟ اوكي. كمان هنعمل حاجه تانية عشان نلاقي نفسنا. ايه الحاجات الكبيره اللي حصلت في حياتي، حلوه او وحشه؟ ليه الحاجات الكبيره؟ عشان الحاجات الكبيره الحلوه كانت احلام مستحيله، فدي حافز ان انا اقدر اعمل المستحيل. الحاجات الكبيره الوحشه كانت تجارب لازم تعلم عليا كويس وتطلع احسن ما عندي، مش تاثر عليا وتخليني تحتها، لا، زي الذهب كده يتحرق يطلع الحاجات الوحشه يطلع اجود. يبقى التجارب السلبيه الكبيره هدفها ده. التجارب السلبيه الكبيره مهما كانت عملناها او تعرضنا لها، الاثنين زي بعض. ليه؟ لو انا عملتها مش هعملها تاني، لو تعرضت لها مش هعرض حد تاني لها. يبقى انا عرفت اهو الغلط فين من السلبي والفايده فين من السلبي. السلبي ده حاجه ربنا اداها لنا كده ونفتكرها، والا كان مسحها نذاكر علشان تفضل دروس نتعلم منها، مش ذكريات تشدنا ليها. دروس بس، ده حجمها دروس بس. اوكي، يعني تبقى مرجعيه ليكي، كتاب تبصي فيه لما تنسي، اكتر من كده لا. طيب، ازاي الاقي نفسي بالخطوات؟ بيقول ان في خطوات تقليديه وفي خطوات غير تقليديه. هنبدا بالخطوات التقليديه. اول حاجه اتحمل مسؤوليه نفسي واتقبلها، يعني اتحمل مسؤوليه ان انا ما قدرتش اوصل لنفسي وان انا توهت نفسي في حاجات كتيره، واتقبل ده. وتقبل النفس هنا ملوش علاقه خالص باحترامي لنفسي. الاحترام الذات والتقييم الذات مرتبط بانجازاتي ومشاعري، انما تقبل النفسي ده تقبل لسلبياتي. يبقى السلبيات اقبلها عادي خالص، ملوش علاقه بالاحترام لنفسي. احترامي وانجازي النفسي دايما مرتبط بانجازاتي، انا بنجح، انا بعمل، انا ده الاحترام. تقبلي للسلبي يخليني اصلحه، لان مفيش حد هيصلح حاجه لم يعترف بيها ومش معترف بيها ولا مش موجوده عندي، ده هتصلح ليه؟ يبقى اعترافي بسلبياتي، تقبلي لذاتي سلبي وايجابي. اوكي. طيب، قبول الذات بمعنى، واحنا قلنا ما نخلطش ما بين قبول الذات واحترام الذات. طيب، احط كل حاجه في مكانها، احط الحاجات الحقيقيه في مكانها. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي مشكله احطها في مكانها الحقيقي عشان اقدر اتخلص منها، ما احطهاش لا في مكان اكبر علشان ما تتحكمش فيا، ولا احطها في مكان اصغر عشان برضو ما اعرفش احلها. الصح ان انا عندي مشكله في حاجه احطها في المكان، انا عندي مشكله في الحته دي او انا مميزه في الحته دي. التكبير للمميزات غرور، والتصغير للعيوب برضو غرور، والتصغير للمميزات اهانه للذات، والتكبير يعني وتكبير المميزات يمكن غرور، يمكن اعلي الثقه على الفاضي. انما في الاخر حطي كل حته في مكانها. انا حلوه في هنا بالحجم ده ووحشه هنا بالحجم ده، ما كبرش الموضوع اكبر من حجمه. الصغير قوي قوي على فكره سهل انه اتخلص منه، بل لو كبرته هيبقى صعب عليا اتخلص منه. عشان كده لازم نحط كل حاجه في المكان بتاعها مظبوط، من غير ما نخاف. يا جماعه، مشاعرنا السلبيه لما بنواجهها بتنفصل عننا، لما بنخبيها بتتحكم فينا. فاحنا متربيين غلط. خبي مشاعرك، اوعي تعملي كده، ما تخبيش مشاعرك خالص. ليه؟ كل مرة هتخبي كل مرة المشاعر هتحركك، كل مرة هتطلعي مشاعرك هتتحكمي فيها، لانك هتشوفيها في واقع الامر. وطبعا زي ما قلت قبل كده في السيشن اللي فات، السيشن اللي قبلها، معنى ان انا اقول مشاعري السلبية مش معناها اواجه اللي قدامي بمشاعري السلبية، لان هنا هتتحول لمدافع ومهاجم. نو، انا عايزة محقق. فالمحقق معنى انا اواجهك بالحقيقة. اواجه مين بالحقيقة؟ نفسي.
اقول لها انا عملت كذا وكذا وكذا بنظريه المتقصي، مش المهاجم ولا المدافع. المهاجم والمدافع تبقى ضرب، انما المتقصي معرفه، وده مهم جدا. لازم لما اواجه مشاعري واعترف بمشاعري السلبيه، ملوش علاقه خالص ان اروح اقول للناس انا عندي كذا، ده مش مظبوط. ولا اقول لحد زعلني انت عملت فيا كذا، برضه ده مش مظبوط، لانه في الاخر غلط. ما تواجهيش حد زعلك وتقولي له انت عملت فيا كده، ده مش صح. اوكي. كمان لما ما احطش الحاجات في مكانها مظبوط، يحصل لي لخبطه ما بين قيمه السلبي والايجابي في حياتي، فيحصل لي حرمان من مسؤوليه، مش من مسؤوليه، حرمان من القدره على تعديلها ووضعها في المكان السليم. زي البازل، ما ينفعش احط البازل اماكن غلط، وعدم اعترافي بان البازل في مكان غلط مش هيخليها تتصلح، والصوره مش هتكمل، والصوره مش هتكون حلوه طبعا في الاخر يعني. طيب، احنا كده بنتكلم ازاي نوصل لنفسنا بطريقه تقليديه. ناخد احلام كبيره جدا بس بخطوات صغيره جدا. احلمي على اقصى احلامك، بس امشي ناحيه الحلم بخطوات صغيره. الاحلام ما ينفعش نتنط عليها، ما ينفعش ننط نروح حلم، ده كذبه، هتقعي. انما الحلم انا عايزه اعمل وات ايفر ايه، روحي، محدش يقول لك لا، بس اوصلي بخطوات. كل خطوه صغيره هي طريق للنجاح، وبعدها نفس الهدف او الحلم الكبير هيكون حاجه تافهه جدا لانك مشيتي خطوات كتيره. كتري الخطوات، ما تكبريش حجمها، كتري عددها. انما صغري الحجم وخلي العدد كبير، هيحسسك ايجابي بالانجازات، ويحسسك كمان بالقدره، يشيل من عنك مشاعر الضعف. ان انت لو عايزه تحوشي دلوقتي $1,000,000، حوشي ماشي، انت حره. هتبداي بكام؟ ابداي بدولار، ابداي بجنيه، ابداي باللي انت عايزه تبداي بيه، بس ده خطوه، وكل خطوه في الاتجاه ده خطوه ايفن صغيره، بس خطوه صح. ما ينفعش اقول مش هحوش الا لما يكون معايا 100,000. طب ما حضرتك هنجيب ال 100,000 ازاي دلوقتي؟ مش جاهزين معاكي دلوقتي، هتفضلي متعطله، فمش هتحوشي وتفضلي قاعده جنب نفسك وانت يا عيني ما جبتيش ال 100,000. في حين حد تاني بدأ بالدولار وانبسط بيه وما اتضايقش منه وكمل ووصل عادي خالص. الفكره ما تخليش الخطوه كبيره، خلي الحلم الكبير موجود والخطوات صغيره، وصغيره قوي وكتير عشان تبقى سهله. زي الاطفال ما بنعلمهم 1+1 بعد كده بيعرفوا يعدوا بالملايين. انما الفكره انك لو ما بداتي بالمليون مش هينفع يعد وهو طفل. طيب، يبقى احلام كبيره بخطوات صغيره. الحاجه المهمه بقى، ده تقليدي لسه، ان احنا نعرف يعني ايه هدفي في حياتي، يعني ايه انا حاسه ان انا هنا ليه. ربنا ما خلقناش كده، كل شيء بمقدار، حتى مشاعرنا لها مقدار ولها معنى ولها هدف. فربنا خلقنا ليه، انا عايزه اكون ايه. اللي انت عايزه تكونيه لازم تعرفيه وتمشي في خطوات تجاهه. ما ينفعش انا عايزه ابقى كذا بس، النيه لا، السيشن اللي فات قلت كده لا تعني شيء، المهم التصرفات. يبقى الاول انا عايزه اكون ايه، وهدفي في الدنيا اكون ايه. يا جماعه هدفنا في الدنيا هو اللي بيبقى بعد ما احنا نموت. الهدف بتاع حياتنا هو اللي بيفضل. هدفك تكوني ام رائعه، بتفضلي ام رائعه حتى لو لما ربنا يعني بياخد وديعته. هدفك تكوني مثلا عالمة ناجحة، بتفضلي عالمة ناجحة حتى لما ربنا ياخد وداعته. هدفنا في الحياة هو السعي بتاعنا احنا واحنا عايشين، بس بيبقى واحنا بعد ما بنروح. يبقى الفكرة كويسة قوي، يعني ايه هدفي، عايزة اكون ايه، ايه اللي عايزة اسيبه وعايزة اوصل له دلوقتي، وهو ده اللي يفضل. الحاجات اللي احنا فيها دلوقتي دي اهداف ناس غيرنا كانوا عايزين. الناس راحت بس الحاجة موجودة، وده اللي احنا بنعيش عليه، وده وجودنا، ده هدف وجودنا اصلا. طيب، من الحاجات كمان اللي تخليكي تتغيري، انتبهوا للي بتحترموهم واللي مش بتحترموهم. يعني ايه؟ يعني اللي انا بحترمهم، بحترمهم ليه؟
ايه الحاجات اللي بحبها فيهم، واللي مش بحترمهم مش بحترمهم ليه. ايه الحاجات اللي مش بحبها فيه. معرفتي بدي بتبقى مراية ليا انا. هو انا ليه بحترم الناس دي؟ عشان فيهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 10. عندي ايه من دول وما عنديش ايه عايزة اعمله؟ وما بحترمش الناس دي ليه؟ عشان واحد اتنين تلاتة اربعة 10. عندي ايه من دول ولازم اتخلص منهم. على فكرة في فرق كبير بين اقيم اللي بحترمهم وبين اللي بحبهم. اللي بحترمهم ماليش علاقة عاطفية معاهم. اللي بحبهم او بكرههم في علاقة عاطفية. الحب والكره عاطفة يتعامل فيها مشاعري الداخلية. الاحترام رؤية لا تدخل فيها أي مشاعر داخلية، أو عدم الاحترام هو رؤية لا تتدخل فيها مشاعر الخارج الداخلية. العواطف لا. أنا ممكن أحب حد عشان هو في واحد اتنين تلاتة حلوين، وكمان عشان هو أقل مني في حاجات تانية. للأسف إحنا عندنا ده. وممكن أكره حد يكون في صفات كويسة جدا جدا جدا، بس كمان ممكن أكرهه عشان في حاجات عنده حلوة أنا ما أعرفش أعملها. وده ما يمنعش إن ممكن أكرهه علشان عنده صفات وحشة. عشان كده نفصل ما بين عواطفنا ورؤيتنا. وانتي بتتغيري بعيدي عن العواطف. اعرفي بحترم الناس دي ليه وما بحترمهاش ليه. لا تخلطي ما بين الاحترام والحب وعدم الاحترام والكره. دي رؤية ودي رؤية. الرؤية بالاحترام رؤية حيادية فيها تحديد. انا ليه بحترم الناس دي؟ عشان كده شوفيهم بتحترميهم ليه. ايه اللي بتخليكي تحترمي الشخصية دي؟ ايه فيها محترم محتاجة انت تزوديه عندك، او عندك منه عايزة تبقي زيها، او هي عندها حاجة زيادة مش عندك. ده بحيادية وبدون مشاعر. الحب قصة أخرى، مشاعر أخرى، مرتبط بيا. دايما المشاعر مرتبطة بيا مش بالناس. ما فيش في رؤية. طيب، الميزة شعوري كمان بالحكاية ان انا اميز الاحترام عن الحب، اني بتعلم اقرا الناس وافهم الناس دي بتفكر ازاي. والحاجة التانية بيعلمني انا، بيديني خطط للبلان اللي المفروض اعملها لنفسي عشان اوصل لهذه الدرجة من الاحترام وابتعد عن هذه الدرجة من عدم الاحترام. الاحترام وعدم الاحترام ليس لها اي علاقة بالعواطف. نركز في الحتة دي مهمة قوي. الحاجة التانية اللي ممكن نعملها، ودي حاجة من تقليدية عشان نوصل لهدفنا في الحياة، ان احنا نعيش حياة صحية. والعيش الحياة الصحية دي مش معناها ان احنا ناكل هيلثي بس ونعمل لا. هو كل حاجة تقدري تعيشي بيها بطريقة صحية هي وصول لهدفك في الحياة. ازاي هتقدري توصلي لهدفك في الحياة والبادي بتاعك نفسه مش سليم؟ it doesn't make sense. انما ينفع ان انا اصلح من نفسي ايه. وعلى فكرة التصليح بتاع نفسنا ملوش علاقة خالص بان احنا نعيش على يعني very sharp، ولا نعيش مثلا طريقتنا بطريقة محددة قوي على الاخر. لا، له علاقة بان انا النهاردة بعمل ايه غلط مش عايزة اعمله تاني. وبرضه بحيادية بعقل، من غير ضغط. الضغط مش هيوصل كلام صح. الضغط بيخلينا نيأس ويحصل لنا انكزايتي لان انا مضغوط، حاجة بتخبطني. الصح ان نشوف الموضوع بهدوء. انا عايز اصلح ايه عندي، صلحه حتى قد كده، دي فايدة واستمري عليها. اهم من الاصلاح الاستمرار. نقطة صغيرة، قررتي انك تعملي دايت، هتشيلي ربع رغيف من اليوم، شيلي ربع رغيف بس، ما تعمليش حاجه تانية، بس استمري. مش ربع رغيف النهارده او بكره 50، او مش هشيل النهارده كل العيش وبكره هاكل رغيف او 3 4 5 10. الفكره مش كده. استمري على الصغير بس، استمري خليه يبقى عاده، عاده ليكي بس كده. تتغيري كده، احنا نتيجه عاداتنا مش حاجه تانية. طيب، دي الحاجه التقليديه للتغيير. نكتب. يعني ايه بقى نكتب؟ اول حاجه هتكتبي انت عايز تغيري ليه وعايزه تغيري ايه. الكتابه يا جماعه مش عينينا بس اللي بتشوفها الحقيقه، عقلنا بيشوفها. والعقل اعتبروه شخص اخر غيرك. عقلك مش انت، عقلك حد تاني بيوجهك. انما انت ممكن تتعاملي من غيره على فكره وتتصرفي تصرفات مجنونه. يبقى الفكره لما بكتب عايزه ايه وليه وعندي عيوب ايه وايه اللي خلاني ضعفت في كذا، بيخليني اشوف
الخطط اللي تصلح العيوب دي، بيديني رؤيه لحلول هذه العيوب دي، بتبقى بالنسبه له مشاكل مطالب يحلها. يبدا يتعلم يحل المشاكل. عندي عيب في الصرف، بقت مشكله في الصرف، صح دي بتصرف، اوكي نحل معاها الموضوع ده ازاي. هو عقلك بيعمل معاكي كده، وبيشتغل على قدرتك. ميزه عقلك انت بيشتغل على قدرتك انت، مش على قدره الاخرين. فالكتابه مش بس انا اللي بكتبها، نو، ده كمان عقلي بيقراها وبيبدا يحلها بمشاكل. عقلي طبيعته كده، هو طبيعه خلقته كده، ربنا خلقه انه يحلل كل حاجه. المشكله ما يعرفش يشوفها، بيشوفها موضوع عايز واحد اتنين تلاته. تمام كده. يبقى الكتابه كتابه الاشياء. اكتبوا الاشياء التافهه والصغيره كمان في الاول، ما تكتبيش حاجات معضله، اكتبي اي حاجه، بس وانت بتكتبي هتلاقيه يحط لك حلول. اكتبي على السيد التاني الحل اللي هو قاله لك، مش حد غيرك، عشان هو بيحل معاكي كويس قوي. اوكي. ميزه كتابه بتخليكي تقبلي عيوبك. اسالي نفسك، افضلي اسالي نفسك. على فكره احنا ما بنسالش نفسنا ابدا اسئله غلط، ولا بنجاوب نفسنا اجابات غلط. طالما حاجه حقيقيه بنقولها لنفسنا صح. طالما السؤال جه في عقلك يبقى له وجود، وكمان عندك اجابته. بس اوقات احنا مش بنرضى نعترف، عشان كده قلت لنفسنا مش لحد. ما تقولوش لحد الكلام ده بتاعك انت، عشان انت تتصلحي. اكتبي، اكتبي كل شيء ممكن انت عايزه تسالي نفسك فيه، وشوفي اجاباتك كمان جواه. هتطلع اجاباتك عادي خالص. مفيش اسئله عندنا مش موجوده، ومفيش عند نفسك اي اجابات غلط. نفسك مش هتجاوبك غلط، هتجاوبك بالحقيقه. طالما انت فتحتي قلت لها اسالي وسالتي، هتجاوبك وبالحقيقه كمان. طيب زي ايه بقى الاسئله اللي انا هورط نفسي فيها دي؟ اول حاجه مثلا، انا مين؟ عايزه ايه؟ ايه اللي ممكن اعمله النهارده يحسسني ان انا انجزت؟ ايه اللي ممكن اعمله النهارده يبقى كويس ليا بكره؟ انا حاسه ان انا عايزه اودي نفسي فين دلوقتي؟ ايه اللي ممكن يبقى بيشيل من عليا حمل بكره؟ دي اسئله اهو. هو عقلك يبدا يحلل. الاسئله يا جماعه في واقع الامر نقطه انطلاق، يعني بدايه خطه. انا انا مين؟ يبدا يقول لك انت مين. انا واحده كذا اتنين تلاته، انا اسمي صح، عندي كذا، عندي ابن، عندي جوز، عندي دراسه، انا بدات احط لنفسي رؤيه اهو. بدا يحط لي صفات. عايزه ايه منها؟ عايزاها تعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. بدات بايه؟ فاضل لها ايه؟ تقدر تعمل ايه النهارده يساعدها؟ تقدر تستغنى عن ايه يساعدها برضو؟ تقدر تزود ايه؟ تقدر تقلل ايه؟ تقدر ترفض ايه؟ تقول اه لايه؟ هزود ايه؟ هقلل ايه؟ هبطل ايه؟ هعمل ايه جديد؟ كل دي انا هو بدات احط لنفسي خطه. بدا يعمل لي فلتره للمشكله. بدا يحط لي فلتره لعقلي، يحطها لي على خطوط، يجردها لي من مشاعر، ويجردها لي عادي خالص، ويطلع لي كمان حلول. زي ما كنت بقول مفيش حاجه اسمها سؤال خاطئ ولا اجابه خاطئ، يعني ولا اجابه مش صحيحه. كل الاجابات صحيحه بتاعتك. طيب ميزه ان انا بحط لنفسي اسئله انها بتساعدني يبقى عندي موهبه حل المشاكل، لاني بقوي عضلات عقلي. مشكله عقلنا ان احنا قاعدين وبنتخ طول النهار قدام التلفزيون بيتفرج على مشاكل الناس وبيحلها. في المسلسلات بقى من تركي الهندي المصري اي حاجه. حضرتك اقعدي في مشاكلك عادي خالص، مفيش مشكله. بدل ما تروحي تحلي مشكله الممثله اللي بتاخد فلوس، روحي حلي مشكلتك انت. هتاخدي فلوس برضه مش مشكله خالص، بس بتاعتك. طيب. طب لما انا اكتب، شعوري بالعجز هيروح فين؟ هيختفي. شعوري بالعجز بيختفي لما بكتب، لاني بقى بدي تصريح باني شايفه المشكله، ويبدا عقلي يدي تصريح بايجاد الحلول. جميع الحاجات اللي جات لنا يا جماعه في افكارنا عملت معجزات. في حاجات كتيره قوي فكره عملت معجزه. فكره الزوم اللي احنا بنتكلم عنه دي كانت فكره ما حدش كان متخيلها. يبقى ما تستهنيش بالافكار واكتبيها. في حاجه بتقول ان احنا بيجيلنا كام الف فكره في اليوم. ده اسمه كنز رباني كده بيجي لنا. الكنز الرباني ده احنا ما بنستعملوش خالص. بناخد منه ايه؟ ولا حاجه. اول حاجه نعملها لما نحس بالافكار دي، اكتبيها.
اكتبوا، خلوا ورقه وقلم دايما جنبكم، اكتبوا الفكره اللي بتجيلك. ممكن تجيلك فكره طاقه مجنونه، بس ممكن تكون عبقريه في حلول حاجات كتيره جدا. فما تستهينوش بكنز الافكار المهدر اللي عامل زي، انا دايما بشوفه زي الميه اللي بتنزل جوه البحور، او معنى اصح الميه اللي بتهدر في الارض من غير ما حد يستفيد منها. هي دي افكار اللي ربنا بيديها لنا، دي منح ربانيه ربنا بيديها لنا، احنا ما بنستعملهاش خالص، بنقعد نتخيل بس، او نسيبها وبعدين نرميها ونحطها قاعده جنبنا جنب كوبايه شاي قدام التلفزيون. كمان نتعلم ان عندي خطه اسمها تحسين الذات. تحسين الذات ليه؟ يعني زي ما انا بصحى من النوم الصبح عايزه احسن من شكل بيتي، عايزه احسن من شكل لبسي، كمان احسن من شكلي، من نفسي، من اللي جوايا. القدره الطبيعيه تقوى بالعزيمه. انا عندي قدره على التحسين، إيه اللي يخليها بقت جباره؟ العزيمه. والعزيمه دي اللي هي تتلخص في كلمه صغيره قوي، العاده. كنت زمان عملت من كام سيشن كده، عملت سيشن عن العادات قد ايه ممكن تغير حياتنا. فالعزيمه الكبيره دي بتيجي من العادات الصغيره التي تقرر ونستمر عليها. بس كده قدرتنا تقوى وتبقى جباره بالعزيمه. مش هتبقى لوحدها قدره كده لوحدها من غير فكر وعزيمه، ملهاش قيمه. طيب، الحاجات كمان التقليديه، الخروج من منطقه الراحه. يعني ما تتعامليش الحاجات اللي متعوده عليها. الخروج منها بيساعدك انك تخلي عقلك يشوف رؤيه جديده. لو بتمشي في شارع كل يوم، على فكره الخروج من منطقه الراحه ده مش معناه انك تعملي حاجات جباره غريبه، بس ممكن جدا تروحي تمشي في شارع وتمشي من غير GPS، لان عقلك ساعتها هيبدا يتعلم يشوف الحاجه لوحده. حتى لو هتوهي شويه، بس اديكي ما خفتيش، ما جرالكيش حاجه. طبعا ما تعملوش الكلام ده بالليل، اعملوه بالنهار لو عايزين يعني. الخروج من منطقه الراحه ده بيشيل من عليك الروتين والرتابه والشعور بالملل، لانه هيخرجك، هيخلي عقلك يبقى يتخيل احنا فين. هو انا المفروض اكون فين دلوقتي؟ هو الشارع ده اسمه ايه؟ طب انا المفروض كنت ادخل الشارع الفلاني ده، دخلت ده هكتشف فيه ايه؟ بتكتشف فيه مكان جديد، رؤيه جديده، شارع اقصر او اطول، محل، منظر طبيعي. المهم ان عقلك هيشوف حاجه جديده. شعور عقلك بالحاجات الجديده الصغيره دي، ما تستهنوش بالكلام ده يا جماعه. بيبدا يثق في نفسه، يحس ان هو قادر على رؤيه الجديد والتعامل مع الجديد، والتعامل مع كل ما هو جديد including مشاكل. فهو لما بيحس انه قادر يتعامل مع الحاجات التافهه دي، بيشوف كمان المشاكل زيها بالظبط. انا عارفه اشوف الشارع ده وما خفتش. فهمتوا الفكره دي؟ انما التحجيم يخليكي تخافي من الصغير وبعدين تبداي تخافي من الكبير. التحجيم بيخوفنا من الصغير، فما بالك بالكبير. فرؤيه الصغير يخليكي برضو ما تخافيش من الكبير، بنفس النظريه. اوكي، الطريقه دي بتخلي العقل يقول لنفسه ايه ده، هو انا ما تهتش وما خفتش وما جراليش حاجه، طب كويس، ما انا اقدر اعمل دي كمان في المشكله الفلانيه. بيثق في نفسه، زي ما تدي لابنك مثلا مهمه صغيره ويبدا يعمل حاجه كبيره، هو يحس انه قادر على المعجزات. طب مش عارفه ومحتاجه مساعده، يبقى لازم تختاري طرف ثالث. الطرف الثالث ده ممكن يكون حد بتثقي فيه، او حد بتثقي فيه انسانيا، يعني اصحاب، اهل، او حد مهنيا زي المدربين بتوع التنميه البشريه، او اللايف كوتش، او الناس دي. طيب، غير ده ايه؟ ارجع لهواياتي. احنا مع السن بنسيب هواياتنا، بنعتبرها شيء تافه، بنعتبرها شيء هناخده في وقت الفراغ، في حين واحنا اطفال واحنا مراهقين كانت لها قيمه. ارجعي للهوايه وما تخافيش. انا شخصيا اتعلمت بيانو وانا كبيره كده. اوكي، ايه كمان لسه تقليدي؟ اني ابص كويس لحياتي دلوقتي الانسانيه والمهنيه. انا عايزه اكمل بالطريقه دي ولا حاسه اني ممكن اغير؟ طب التغيير ده هيحتاج مني قد ايه؟ طب التغيير ده ممكن يكلفني قد ايه؟ طب لو بدات حاجه اصغر شويه ينفع ابداها ولا لا؟ لازم افتح لنفسي مجال، ما اقعدش اشوف الموضوع وابقى مكسوفه انه مثلا لسه هبدا،
ده زمايلي كانوا كذا. مش مهم، مالكيش دعوه بالناس. الناس ما بتشغلش بعضها ببعض يا جماعه. الناس بتتكلم على بعض وبتهد ببعض، انما ما بتصلحش. فالحقيقه الكلام الناس ده ما تحطوش مش في حياتك. ما تخليش الناس تغير حياتك وتخليكي دايما مش راضيه. هم هينجحوا وحضرتك تفضلي قاعده مش راضيه. عادي خالص، عادي. ناس بتنجح وبتفشل، وناس بتاع كنتاكي ده اعتقد بدأوا عنده 55 سنه، حاجات كده يعني. طيب، دي الاساليب التقليديه. نيجي للاساليب الغير تقليديه. اول حاجه، افتحوا نفسكم على اللي حواليكم. يعني اتكلموا عادي، شوفوا الناس عايشه ازاي. ما تقفليش على نفسك وتحسي ان مش كل حاجه انا حياتي ضاعت وتفضلي تقفلي على نفسك وتخافي. لا، شوفي الناس دي اتغيرت ازاي، اتعلمت ازاي، ايه الجديد اللي منهم ممكن اخده، ايه الفايده اللي ممكن اتعرف بيها على الناس. على فكره مفيش حد بيتضايق لو قدر، لو انا حسيت ان انا مثلا مبهره و... وكنت مثلا الهمت ناس، دي حاجه مش هتضايق حد، بس كمان هتشجعك انك تبداي. فافتحوا نفسكم، ما تنغلقوش على مشاعر عدم الوجود او ان انا ضعت وحياتي وخطتي راحت. عبروا على اللي بتفكروا فيه. التعبير بقى بيشيل من عندك اليأس، لانه بيخلي اللي قدامك، وطبعا التعبير مش لناس عاديه، التعبير للاهل ثقه، اللي ممكن تفتح مجال. يعني مثلا ان انا كان نفسي ابقى كذا، تلاقي حد يقول لك تصوري انا كمان كان نفسي، ما تيجي نبدا. يبقى التعبير بدا يعمل مشاركه، او بدا يشجعك ان في ناس زيك عايزه تشارك، او تبداي تغيري فكرتك خالص، او تلغي خالص فكره المشروع اللي انت كان نفسك فيه، وتلاقي نفسك داخله في مشروع تاني خالص ويبقى حلو وكل حاجه. يبقى الانفتاح والكلام مع اللي حوالينا ممكن جدا يفتح مجال جديد، لان ممكن يغير رؤيتي. ممكن الحلم اللي انا كان نفسي ده كان يطلع في حلم ما يستاهلش اصلا. يبقى الانفتاح هيخلي الفكرة تكبر، وهيخلي رؤيتك توسع، ويخليكي مش متقوقعة على الحلم اللي كان نفسك تعمليه ومش قادرة تعمليه، أو إمكانياتك دلوقتي ما تنفعش له، أو الوسط العام دلوقتي مش صالح لهذا المشروع مثلا. أوكي؟ طيب، من الحاجات اللي مش تقليدية إن إحنا نهدى ونبدأ نفصل عن العالم شوية، ونبدأ ناخد بالنا من نفسنا ونبص جواها، اللي هي بتبقى المديتيشن. المديتيشن معناه انك تفصلي عن العالم وتشيلي كل حاجه عن دماغك، وترمي التليفون بعيد عنك، وتلغي كل حاجه، وتبداي تبصي ايه اللي عندك دلوقتي، انت ايه دلوقتي، ايه حلو ايه وحش. الحاجه كمان الكويسه ان احنا نعيد صداقاتنا القديمه. ليا اصحاب الزمن خدنا، مش عيب ابدا اني ارجع اكلمهم. دي بقى بتجدد مشاعر الطاقه الجديده، لانك هترجعي الناس بطاقتهم القديمه معاكي. الصحوبيه من الحاجات، الصداقه من الحاجات اللي بتقف عند اخر لقاء. مش زي العلاقه الزوجيه. العلاقه الزوجيه دايما عايزه بينج بونج. الصداقات لا. الصداقات ممكن، عشان كده بتقولي انا بسيب اصحابي وبرجع عليهم زي ما احنا بنتعامل كاننا شفنا بعض من 100 سنه. لا، لان هي بتفضل على اخر حاجه فيها. فلما بترجعي لها بنفس طاقتك القديمه، بترجعي لها بنفس مشاعرك القديمه، بترجعي لها بنفس احساسك بالشغف على الحياه. فدي برضو حاجه مهمه قوي. من الحاجات الغير تقليديه، تعملي حاجه مجنونه، انك تقرري تسافري، تروحي حته ما رحتيهاش، انك تعملي حاجه ما عملتيهاش. مش لازم تكون حاجه خطر يا جماعه، مش لازم تنطي بباراشوت، بس ممكن تعملي حاجه ما عملتيهاش قبل كده. ما ركبتيش مركب تركبي، ما مشيتيش من غير GPS تمشي، ما طبختيش اكله ما تطبخيها. دي كلها حاجات مجنونه، لانها حاجات ملهاش خطط واضحه عندك، بس هتشجعك على التحدي. فتخلي عقلك يقبل ان قادره لسه على التحدي، لسه بتقدري، لسه عندك طاقه، لسه عندك عدم خوف من المغامره، لسه عندك تقبل للفشل، لسه عندك شغف بانك ممكن تنجحي على حاجه عمرك ما جربتيها قبل كده. يا جماعه عقلنا مش بيميز قوي الفرق ما بين الحاجات الكبيره والحاجات الصغيره. هو بالنسبه له ده انجاز على فكره، وات ايفر عملتيه. اي حاجه صغيره انجاز زي اي حاجه كبيره، لان هو ما بيشوفش الخطط، سوري، الخطوات. عشان كده، عشان تشجعي عقلك ان هو يحس بالانجازات، كتروا الخطوات الصغيره، لانه هو بيحس ده انا انجزت دي وانجزت دي وانجزت دي وانجزت دي وانجزت. ممكن كلهم يكونوا حاجه قد كده، بس هو بالنسبه له حاجه ضخمه. وده بيديكي ثقه، ويخليه يحفزك انك قادره تكملي وقادره تعملي. ما تقوليش عايزه اخس 100 كيلو، انا عايزه اخس ربع كيلو بس. خس
هو يحس ربع كيلو، واو انا اقدر اخس نص كيلو كمان، واو خسيت نص كيلو، واو هقدر اخس كيلو كمان. هي الفكره بتيجي كده، ان انا مش هقعد قدامه احط له 100 كيلو واقول له اتفضل يلا حل المشكله، مش هيحل. هيقف جنبك ويعيط. اوكي، من الحاجات المهمه كمان ان احنا نسامح نفسنا، وتسامحي نفسك عن كل شيء واي شيء. كل حاجه سامحي عادي. انت بتغلطي وغيرك بيغلط، واحنا مخلوقين لهذا الغرض. احنا نغلط عشان نتعلم، ونغلط عشان عندنا عقل بس، وعشان ربنا مدينا الصح والغلط، مدينا الاثنين عشان نتعلم ونكون احسن كل يوم ونتطور كل يوم، لان ربنا خلقنا نطور في الدنيا دي ونمدن فيها ونصلح في الارض. فلو مش هتغلطي مش هتصلحي. اوكي، بس كده. سامحي نفسك عن اي وكل، مهما كان عادي، مهما كان عادي. عيش اللحظة. يعني ايه بقى؟ يعني ما تبصيش على اللي فات خلاص، ولا تخافي من اللي جاي. دلوقتي انت فين؟ محتاجة منك ايه دلوقتي؟ ايه الحلو اللي انت فيه دلوقتي؟ ايه الجميل اللي ربنا اداهولك دلوقتي؟ ايه اللي عايز يتصلح شوية دلوقتي؟ دلوقتي وبس. مش مهم بعدين، مش مهم اللي جاي، ما تهتميش، ما انتيش ضمناه. طيب، هنستفيد ايه بقى لما نلاقي نفسنا؟ يعني كل اللي احنا قلناه هنستفيد ايه؟ اول حاجة، هتعرفي اهدافك، هتقدري تعرفي ايه اللي اتمسك بيه وايه اللي مش مهم اتمسك بيه. دي حاجة مهمة قوي. هتعرفي ازاي ممكن اشوف الدنيا بتغيير منظوري اصلا عنها. يعني اللي انا كنت شايفاه روعة دلوقتي ما بقاش حاجة مهمة. مثلا الايفون اول ما طلع ايفون 1 كان حاجة ما حصلتش، بقى ما حدش ماسكه، فده كان روعة زمان. دلوقتي لا. يبقى هقدر اغير رؤيتي. لو انا لسه كنت متمسكه من زمان ان انا احسن حاجه في الكون الايفون 1 3 2 5 6 7 8 9 10 بلا بلا بلا، ففي حاجات احسن. يبقى تغيير وجهه النظر هي الفوائد اللي بتخليني ان انا برجع لنفسي واتعلمها. طب لما افوق بقى اللي انا عملته ده وبدات اشوف كده، هروح لاتجاه مباشر للشخص الذي اريد ان اكونه. وده اللي انا قلته في الاول، ازاي نرجع من الضياع. الضياع معناها انك مش الحد اللي انت عايزه تكوني فيه، مش الحد اللي شبهك، مش حلمك انت. حلم حد غيرك ممكن، مامتك باباكي جوزك ولادك اي حد، بس مش انت. اوكي. طيب، انك تلاقي نفسك ده بيخليكي تعملي استراتيجية وهدف توصلي له وتكملي معاه بنفس السعادة. هيغير فكرتك عن التعامل مع الحياة. مش هتتعاملي مع الحياة على انها عقد ايجار. ودي بقى مشكلة كبيرة قوي. احنا ليه بنتعامل مع حياتنا على ان هي عقد ايجار؟ عشان احنا لينا دنيا في الاخره. حضرتك ربنا قال في دنيا في الاخره او في حياه في الاخره، بس ما قالكيش تسيبي دي خالص. بالعكس، ده قالك هتحاسبي عليها. فليه بتعامليها على ان هي مؤقته؟ طب لو هي مؤقته، هل في بديل ثابت؟ ايه في الحياه؟ الحساب ده عند ربنا. انا بتكلم في الحياه، مفيش. هي حياتك انت واحده، مسؤوله عنها واحده، مفيش حاجه غيرها. اليوم اللي بيروح ما بيرجعش. لو انت فهمتي الكلمه دي هتعرفي ان هي مش عقد ايجار ومش مؤقته، ده هي كل ما تملكي. فالتعامل مع الحياه على ان هي عقد ايجار، امتى؟ لحد امتى؟ هتكوني مسؤوله امتى يعني مثلا؟ هتكوني منجزه امتى مثلا؟ هتكوني لك وجود امتى مثلا؟ طول ما انت بتتعاملي مع اللي موجود معاكي على انه مؤقت، بعقد ايجار مؤقت. مفيش حاجه اسمها كده. اتعاملي مع الحياة بملكية لأنك تملكيها. دي حياتك انت، مش حد غيرك. دي حاجة مهمة جدا. شيلوا منظومة انه مؤقت مش مؤقت. في فرق، ان في حساب، لكن ده مش مؤقت، ده بتاعك انت. مفيش حاجة زيه تاني. ما تتعاملوش مع الدنيا بمنطقية عقد الإيجار. أعتقد إن إحنا خلصنا. نرجع بقى تاني للسيشن بتاعتنا.